النهارده اول حلقه من حلقات السيريس الجديد. هتلاقوا فيه كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها عن سفريتكم قبل ما تسافروا وانتوا هناك وبعد ما ترجعوا كمان. في كمان انترفيوز مع ناس جامده جدا هنتكلم معاهم عن كل حاجه في السفر، غير كل الاسئله بتاعتكم اللي هنرد عليها. استنوا لاخر الحلقه عشان في حد جامد قوي معانا. حلقه النهارده عن اكتر الغلطات اللي بنعملها قبل ما نسافر. يعني ده اخر كلام عندكم؟ اخر كلام. حس كده بقى احضر الشنط. من اكبر الغلطات اللي بنعملها واحنا مسافرين هي الاوفر باكينج. بناخد معانا كميه حاجات ما بنستخدمهاش اصلا في البلد دي، ده غير ان الجزم بتوزن جامد جدا. في حاجه كمان مهمه قوي، لو هتنقلوا من مدينه لمدينه او من بلد لبلد هتاخدوا طيران اسمه لو كوست كارير، وده علشان تطلعوا عليه شنطه بتدفعوا فلوس. فالاحسن ان احنا دايما ناخد شنط اقل من 10 كيلو، ده غير ان الشنط التقيله بتتعبنا جدا 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 وبتبهدلنا جامد. المطار الجديد ازاي؟ والله انا تايه برضو ولا يهمك خالص. لو سمحت، هو المطار الجديد ازاي؟ شكرا. لو سمحت، هي صالة 3 ازاي؟ هو صالة 3 هو المطار الجديد ولا لا؟ الصاله دي صاله هنا في القديم. لا، مصر الطيران وكده. مبنى 3 مش صالة 3. شكرا. من اهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها هي اسم المطار اللي احنا مسافرين منه، لان في بلاد كتيره جدا من ضمنهم ماليزيا فيها اكتر من مطار. فاحنا على ما نروح المطار الاولاني ممكن طيارتنا تكون من التاني وتفوتنا اصلا الطياره، فعشان كده لازم نتاكد جدا من اسم المطار. مثلا في مصر عندنا تيرمينال 1 لوحده فيه 3 صالات، احنا لازم نكون عارفين جدا اسم التيرمينال واسم الصاله اللي احنا مسافرين منها. حرام عليكم حرام عليكم. من اكتر المشاكل اللي الناس بتقع فيها هي مشكله الداتا رومينج، ان احنا بننسى خالص نقفل الداتا رومينج على الموبايل وبنسافر ونتبسط ونرجع من السفر نلاقي فاتوره تزعلنا جامد جدا. حل المشكله دي هو ان احنا نشتري سيم كارد من البلد اللي احنا فيها ونشغل عليها انترنت لوكال ونفتح هوت سبوت لكل الناس اللي معانا، ده غير ان في اماكن كتيره جدا هتلاقوا فيها اصلا فري واي فاي. لكل الناس اللي معاهم كريدت كاردز لازم نكلم البنك نقول لهم احنا مسافرين فين وامتى علشان ما يعملوش بلوك للكارت بتاعنا، لان لو هم لقوا اي معاملات غريبه حصلت من بلد تانية ممكن جدا يعملوا بلوك للكريدت كارد، وعلشان ترجعه لازم يا اما تكون في البلد يا اما تتصل بيهم مكالمه انترناشونال هتكلفك كتير جدا. فاحسن حاجه ان احنا نبلغ البنك من الاول. النهارده معانا واحد من اشهر الايجيبشن ترافلرز اللي هيحكي لنا عن تجربته اللي قعدت اكتر من سنه متواصل. معانا مروان لطفي. قررت امتى اول مره قررت ان انت لا انا خلاص انا اسافر بقى واشوف الدنيا كده؟ ايه اللي حصل خلاك تقرر اصلا؟ انا كنت بسافر في الاول، بس كنت بسافر في الاول كسائح، بس الفكره كلها ان انا كنت برجع موتيفيتد ومتشجع ان انا اشتغل حتى اعيش ايفن في مصر لو في مثلا حاجات متعارضه شفتها، بس كنت برجع متشجع اكتر. فكنت تاثير السفر كنت بدات الاحظه بطريقه رهيبه على شخصيتي. طيب قلت لاهلك ايه؟ اتفاجئوا. بص، طبعا انت اول لما تاخدي قرار زي ده الكوميونتي في مصر اجريسيف وصعب جدا، مش عمره ما يتقبل فكره انك تسيبي شغلك ايا كان. حتى احنا عندنا حساسيه التغيير عموما، حتى لو انت هتغيري شغلك، يعني لو هتروحي من شغل لشغل هتقعدي تحسبيها 1000 مره، فما بالك ان انت تسيبي شغلك وتسافري. واحنا في مجتمع لسه حتى مش مؤمن يعني ايه سفر، الناس فاكره السفر فسحه بس مش اكتر. جبت فلوس منين؟ لا، الفكره في الاول الموضوع كله عباره عن سيفنجز، فلوس انت بتبقي موفراها في الاول بناء على الاولويات بتاعتك. ممكن تكون اولوياتك خروج، تصرفي في اليوم 200 300 جنيه في كافيه، ممكن تبقى اولوياتك ان انت تشتري موبايل ب 7000 جنيه، ممكن انت تغيري العربيه، ممكن الحاجات دي كلها. انا ما عنديش عربيه من حوالي 6 سنين.
I'm a little bit jealous, I'm a little bit slow, I'm a little bit hurtful and I don't wanna let it go. طبعا اوحش حاجه الناس كلها بتتعرض لها في السفر او اصعب حاجه هي دايما الفيزا. فانت ازاي اخترت البلاد دي يعني عملت ايه في مواضيع الفيزا دي؟ انا ابتديت ببلدين اللي هم تايلاند والصين اللي هم كانوا محتاجين فيزا، فكنت قدمت على التأشيرة بتاعتهم قبل ما اقدم استقالتي. وبعدين خدت التأشيرات ومن هناك بدأت اتحرك بناء على التأشيرات. يعني لما كنت في تايلاند عرفت ان كمبوديا من غير فيزا فرحت كمبوديا، لقيت الناس بتقدم على الفيزا بتاعت فيتنام من السفارة بتاعت فيتنام في كمبوديا، فقدمت عن طريق السفارة وهكذا، وبدأت اتحرك بناء على التأشيرات بتحركني ازاي. كلمة على موضوع ان انت بقى بتقول للناس ان هم المفروض يسافروا ويعملوا فولنتيرنج في الاماكن دي. الفولنتيرنج طبعا لسه احنا في مصر ما عندناش ثقافة الفولنتيرنج قوي. في ناس مش عارفاها، في ناس ممكن تتخض منها تفتكر ايه ده انا هروح اسافر عشان اشتغل برضو، يعني انا هربان من الشغل هناك، اروح هربان من الشغل هناك اروح اشتغل وبعدين اشتغل في مزرعة. ازاي اشتغل في مزرعة؟ اقعد احمي كلاب واقعد الم المحاصيل والكلام ده. بالنسبه بقى فيديوهاتك بتنط بقى من فوق الجبل والكلام ده، انت اصلا كنت دي طبيعتك ولا ده بعد ما سافرت بقى اتحولت؟ لا هو عموما يعني موضوع الليميتس بالنسبه لي كانت بتبقى حاجه بتضايقني عموما حتى من قبل كده. يعني يعني الفكره كلها ان انت لو فتح قدامك اكسبيرينس انت عارفه ان انت صعب تعدي بالاكسبيرينس دي بعد كده، فبتقولي لا يعني انا هعملها يعني مش هفوتها. فهي دي الفكره، هي كانت بتيجي كده. قولي مروان، اقصى طريقه وفرت بيها يعني كنت تعمل ايه بقى عشان توفر جامد جدا؟ التوفير في حاجات كتير في السفر فيها توفير. يعني طبعا مبدئيا من اول الاقامه لما تبداي تنزلي من اوتيل لهوستل، من هوستل لهوم ستاي اللي هو تروحي تقعدي في بيت اهل عايزين فلوس بس مش عارفين يجيبوا فلوس ازاي، فتروحي تقعدي في بيتهم وتدفعي لهم اي حاجه. تنزلي اكتر لغايه كاوتش سيرفنج اللي هو انت ممكن حد يستضيفك في بيته من غير فلوس. بعد كده فولنتيرنج برضو اتكلمنا عليه قبل كده. وفي بقى تريكس مثلا لو انت طبعا موضوع المواصلات ان انت ممكن تاخدي نايت باص الساعه، لو انت مثلا هتاخدي نايت باص الساعه 9 بالليل توصلي المدينه الثانيه الساعه 6 او 7 الصبح، فبتعملي مثلا تشيك اوت من الهوستل او من المكان اللي انت قاعده فيه وبتباتي في المواصلات. طيب انت بقى كمروان ايه اكتر حاجه اتغيرت في شخصيتك من قبل وبعد، وحاجه جامده يعني؟ حاجه جامده منظوري طبعا الحياه كله اختلف. لان انت لما بتسافري بلاد زي ايشيا مثلا، موجوده في ايشيا، بتشوفي قد ايه الناس بتستخدم ريسورسز هزيله بمعنى الكلمه. حتى مش هيعلموكي الرضا، هم هيعلموكي حاجه بعد الرضا. وبكده خلصت حلقتنا النهارده. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي اسئله حطوها في الكومنتس، ويلا بيزا وسيف. انت بتعمل ايه؟ في كمان انترفيو. عامل ايه؟ عايز ابلع يا عم، ده انا كنت ماشي عادي. مفيش حنفي زي مثلا من ماليزيا لبالي. الا لو الشنطه دي كانت اقل من 10 كيلو. انا حاسه ان عادي لو غلطت الغلطه دي في النص، يعني اكتر الغلطات اللي بعملها